أهلا بيكم وملخص جديد من مسلسل المتوحش والحلقة 234. وبتبدأ الحلقة هاندا بتكلم داريا في التليفون وبتقول لها أنا مش هقدر استنى بالليل، الأمور اتعقدت قوي، ضروري تاخدي الخزنة. بترد عليها داريا ما تقلقيش، ساعة وهتكون معايا. بترد عليها هاندا طب اسمعيني كويس، بعد شوية ممكن تنتهي العملية تماما، ولو ما أخدتيش المشاهد بسرعة كل حاجة هتتدمر والناس كلها تعرف إني قاتلة ومش هعرف أهرب على مكان، يعني الخزنة دي هي خلاصي الوحيد. بتتوتر داريا وبتكمل هاندا أنا كل اللي عايزاكي تعمليه إنك تحذفي مشاهدي من المقاطع وتجيبيلي مشاهد جوفان ونسليهان في أسرع وقت، هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتنقذني، انتي فاهمة؟ مستنية منك خبر. بتطمنها داريا وبتقفل معاها، وبيوصل سرحان على المستشفى وبيسأل هاندا نسليهان هتعمل ايه. بترد عليه مستنيين نسليهان تيجي علشان تقدم البيان الصحفي. بيخاف سرحان وبيقول بس لو البيان ده اتنشر هننتهي كلنا، لازم نلاقي طريقة تمنع نسليهان. بترد عليه كفاية انك تلهيها ساعة بس وثق فيا. وفي القاع يمان بيتصل بجسور وبيقول عايزك تروح تشتري خط جديد، لما اكلمك تبعت رسالة لأبي فورا وتقوله فيها من دلوقتي هتتواصل معايا على الرقم ده، ولو ما جبتش الخزنة عندي في خلال نص ساعة هيكون أول هدف لينا شخص من عيلتك. وبيسجل جسور الرسالة. وبيكمل يمان وبيقول أنا هبعتلك صورة كمان تبعتها له وتقوله عليها خلينا نتقابل عند قبر اسكندر. وبيوصل جوفان وقتها وبيقفل يمان مع جسور وبيوصيه انه ينفذ اللي قاله عليه بالظبط. وبيقفل وبينادي جوفان على يمان علشان يمشوا وانه خلاص دبر قارب علشان يهربوا، بس يمان مش بيرد عليه ولا بيتحرك. وبيقرب جوفان وبيسأله واقف ليه، انا حاسس انك بتلهيني، هو ايه اللي بيحصل؟ بيرد يمان انا عارف ان اسكندر مات، بس باقي تقولي انت دفنته فين. جوفان بيتصدم بس بينكر كلامه وبيسأله جاب الكلام ده منين. بيرد عليه قال سمع أمي وهي بتتكلم معاك وحكالي كل حاجة. بيتضايق جوفان وبيكمل يمان أنا اللي قتلته. بيتعصب عليه جوفان وبيرد وانت ما كنتش تقصد، اللي حصل ده كان حادث. بيرد عليه يمان لا مش حادث، انت دايما بتقولي اني عنيد وما فيش حد أعند مني واني دايما بدمر حياة الناس اللي حواليا، بس هو ده أنا. بيتعصب جوفان وبيرد وانا قلت كده في لحظة غضب، ليه ماسك في كلامي؟ اياك تستعمل الكلام ده علشان تنفذ اللي في دماغك. بيسأله يمان دفنته فين؟ بيرد عليه وانت مالك دفنته فين؟ هتعمل ايه؟ بيرد عليه انا هسلم نفسي. بيجن جوفان وبيرد وانا قلتلك ده مش هيحصل ابدا وشيل الفكرة دي من دماغك. بيصرخ يمان وبيرد عليه مهما قلت انا اللي قتلته ومجبور اني اتحمل عقاب غلطي، هو ده الصح. بيتعصب عليه جوفان وبيرد وانت جاي تعلمني الصح من الغلط؟ اه هو الصح، بس العقاب هيتنفذ فيا انا. بيرد عليه يمان مستحيل اسمع بحاجة زي دي، انا اموت لو دخلت السجن وبعدت عني يا بابا، انا مقدرش اعيش من غيرك. بيرد عليه لا لازم تعيش ولازم تقوي حالك وتقف جنب امك واخواتك، وقولي فين مكان الخزنة، لان حياة الكل متعلقة فيها، حياة امك وحياتك وحياة اخواتك وكل اللي بتحبهم، أرجوك عرفني فين الخزنة. يمان بيتأثر وبيرد ماشي، بس قولي ايه الشيء المهم قوي كده اللي في الخزنة دي؟ بيرد عليه على حسب كلام داريا ان فيها هاردات وفيديوهات تودي معلمها على حبل المشنقة، ولو كلامها طلع صح احنا نقدر نحرق الكل بلا استثناء، فقولي مكانها فين وريحني. وفي مكان بعيد ألاز واقف وبتوصل داريا عنده بتقول برافو عليك زي ما توقعت بالظبط، طلعت ذكي. بيرد عليها أنا موافق أديك الخزنة بس عندي شرطين. بترد عليه هديك مشاهد جوفان بس ايه هو الشرط التاني؟ بيرد عليها أنا عايزك تدليني على مكان قبر اسكندر. بتتفاجئ داريا وبتسأله ليه؟ بيرد عليها ملكش دعوة، هي دي شروطي لو وافقتي. وبتفكر داريا. وبيرجع ألاز على بيت أبوه وبياخد الخزنة، وبتبقى أليف مستنكرة اللي بيعمله ومش مصدقة إنه بيسرق أبوه، بس ألاز بيقولها إن الخزنة دي مش ملك أبوه وإنها تساعده بدل ما هي واقفة وسايباه. وبيرن جرس الباب وبيخاف ألاز وبيقول اللي كنت خايف منه حصل. وبتترعب إليف ليكون حد جاي يموتهم
وبتسأله لو في باب خلفي علشان تاخد الولد وتهرب، بس بتنادي آسي وقتها وبتقول افتح يا ألاز. بيهدأ ألاز وبيفتح الباب وبيقول نعم، عايزة ايه؟ وبتبقى آسي ومعاها ديرين وبيدخلوا البيت، وبتقول ديرين يامان بعت رسالة وقال لنا ناخد الخزنة علشان ما بيثقش فيك. بتحاول آسي انها تحرك الخزنة هي وديرين، بس ألاز بيمنعهم وبيقول وانا مش هديك الخزنة لاني بقيت مجبورة اسلمها، لان عندي اتفاق لو هتاخدوا الخزنة دي يبقى لازم تقتلوني الاول. وبيمسك الخزنة بقوة. وفي المستشفى سرحان وهندة متوترين، وبيوصل لسرحان خبر بوصول نسليهان، وبيعرف هندة إن نسليهان دخلت من الباب الخلفي علشان تقابل الصحافة. بتطلب منه هندة إنه يلهيها بأي طريقة، يتخانقوا كالعادة ويضايقها، بس هو بيرد عليها إنها ما بقتش تسمع منه وبقت بتنهي الحوار بكلمة. بترد عليه أرجوك اعمل أي حاجة، مثل إنك تعبت وأغمى عليك. بيرد عليها ولا بيهمها وبيسيبها وبيطلع علشان يشوف هيعمل ايه. وبتترعب اكتر هندة وبتتصل بداريا وبتستعجلها انها تحل موضوع الخزنة فورا. وبتستغرب داريا وبترد مش كنتي بتقولي لسه قدامك ساعة؟ بترد عليها خلاص الوقت انتهى، انا خايفة معرفش اهرب، مش مهم اي حاجة تانية. بترد عليها بس صدقيني مستحيل اخدها قبل ساعة. بتتعصب هندة وبترد عليها وانا مستعدة اديكي كل اللي بملكه بس تجيبيلي مشاهدي. بترد عليها ما تشيليش هم، انا هاخدها اكيد. بترد هندة حلو، وهيبقى معانا مشاهد نسليهان وجوفان، وبكده اقدر ادمر نسليهان على الاخر، ارجوك استعجلي. وبتقفل ويامان وجوفان لسه في مكانهم، وبيتصل جوفان بنسليهان يطمن عليها وبتعرفه انها راحت على المستشفى. بيتعصب جوفان عليها وبيسألها ليه طلعت من البيت وراحت على المستشفى كمان. بترد عليه اكيد لو ما كنتش مجبورة ما كنتش طلعت، طمني انتوا عملتوا ايه، وصلتوا للخزنة؟ بيرد عليها للأسف لسه، بس يامان عرف ان اسكندر مات. بتتفاجئ نسليهان وبترد عرف ازاي. بيرد عليها ألاز اتنصت علينا واحنا بنتكلم وحكاله كل حاجة. بتتعصب نسليهان جدا وبتسأله عن مكانهم علشان تطمن، وبيبقى سرحان واقف ورا الباب وبيتنصت عليهم وبيفكر في اللي سمعه. وبيرجع على مكتبه وبيقول لهندة أنا لقيت طريقة أقنع بيها نسليهان. بتسأله بلهفة ازاي؟ بيرد عليها بس الموضوع ده هيكلفك كتير، مش انت كنت عرضتي نص الأسهم؟ بس أنا بقى مش هقدر أوقف نسليهان إلا بمقابل كل الأسهم. بتشك هندة وبتسأله وليه كلهم مش نصهم مثلا؟ بيرد عليها مش انت قلتي أثق فيكي، انت كمان لازم تثقي فيا، احنا مفيش قدامنا غير الطريقة دي، هتقبلي تديها كل أسهمك ولا لأ؟ هندة بتفكر، ولسه آسي بتحاول تاخد الخزنة من ألاز بس هو مش هيفرط فيها غير بموته. وبتطلع ديرين تليفونها وبتقول أنا هتصل بيامان وأعرفه اللي بيحصل. وبتوافق آسي، بس بيترعب ألاز وبيحاول إنه يمنع ديرين، وبيقول إياك تتصلي بيه لأن يامان لو عرف هيدمر نفسه وانتوا وقتها هتشاركوا في تدميره. ديرين مش بتصدقه، بس بيحكي لهم ألاز إن يامان ناوي يضحي بحياته مقابل الخزنة وإن هو بيقول الحقيقة. بترد آسي بس يامان ما يعرفش الراجل اتدفن فين وما يقدرش ياخد الخزنة على الشرطة لأن فيها مشاهد أبوه. بيرد عليها وهيعمل إيه لما ياخد الفيديوهات؟ هتعرفوا توقفوه؟ إذا كان أمه وأبوه معرفوش انتوا هتعرفوا. بتخاف ديرين وآسي من كلام ألاز لأن مع حق، ويامان بيبقى واقف بيلوم في نفسه لأنه دمر حياته وحياة أبوه وأمه وسبب كل المشاكل. وبيرد عليه جوفان مش صح أبدا، لأن كلهم مروا بحاجات كتير وأخدوا قرارات غلط ولازم يدفعوا تمن الغلط ده، يعني مش هو السبب، وفي النهاية إن هو اللي أخد اسكندر على هناك. بيرد يامان بس أنا اللي قوصته يا بابا. بيرد عليه وأنا مش عايزك تفكر كده، إحنا لسه قدامنا وقت، خليني أحل الموضوع بطريقتي. بيرد عليه وأنا مش هسمح لك تحرق نفسك علشان تنقذني، أنا عارف إنك هتاخد الفيديوهات وتسلمهم، برأيك هو ده الحل؟ إنك تنسجن علشان تطلعني من الموضوع؟ أنت مفكر إني هسمح لك تعمل كده؟ لو عايز تحل الموضوع ده خدني وادفني جنب اسكندر. بيرد علي جوفان كفاية وإياك تقول كده تاني، أنت لحد دلوقتي مش فاهم الموضوع، بس اليوم اللي هتبقى أب فيه هتفهم إن الأب والأم مستعدين يعملوا أي حاجة علشان ولادهم ويحموهم من أي خطر،
وأنا مستعدة أموت علشانك وأرمي نفسي في النار من غير ما أفكر حتى، بس أنت تبقى كويس. وعلشان كده أرجوك قولي فين الخزنة. بيتأثر يامان بكلامه وبيرد عليه: الخزنة في بيت سرحان. بيتفاجئ جوفان وبيرد عليه: بجد انت متأكد؟ بيهز يامان راسه وبيبكي جوفان وبياخده في حضنه. وبيبكي يامان وبيعتذر منه على اللي عمله وبيترجاه انه يسامحه. وبيتمسك جوفان وبيرد: مفيش حاجة علشان اسامحك عليها، انت دلوقتي لازم تشد حيلك وتجمد علشان امك واخواتك وتخلي بالك منهم. وبيطمنه انه هيبقى كويس وبيمشي خطوتين، بس بيرجع تاني وبياخد يامان في حضنه وبيودعه. وبينهار يامان وبيمشي جوفان وبتوصله الرسالة اللي قالها يامان لجسور وصورة نسليهان كمان. وبيتصدم جوفان وبيجن وبيبعت فويس وبيقول: أنا لقيت الخزنة، قولي هنتقابل فين. بيوصله الرد: خلينا نتقابل عند قبر اسكندر. جوفان بيتحرك فورا وبيمشي، ولسه ألاز بيحاول يقنع آسي ودارين إنهم يسيبوا الخزنة وبيعرفهم باللي يامان ناوي يعمله وإنه مش هيسمح أبدا إن حد يضحي بحياته علشانه. وآسي بتخاف على يامان لأنها عارفة كويس، وبتوصل رسالة لدارين من يامان وبتستغرب وبتقول لهم إن يامان بيقول إن أبوه جاي على هنا وإننا نسلمه الخزنة وبيخلص دورنا. بيجينا ألاز وبيقول: أكيد بيدبر لحاجة، أنا عارفه كويس، هو مش هيوقف، وإحنا ما قدامناش غير فرصة واحدة، أرجوكم خلوني أستغلها صح. دارين وآسي بيبصوا لبعض ومش عارفين يعملوا إيه. وفي مكتب نسليهان مجتمعة مع المحامي وبتسأله هيتحركوا إمتى. بيرد عليها بعد ما تقدم البيان الصحفي، وفي فترة الدعوة هتنقطع علاقتها بالمستشفى تماما، وهيطلع قرار كمان بمنعها من السفر علشان ما تهربش. بترد عليه حلو، وبيدخل وقتها سرحان وبيطلب انه يتكلم معاها، بس هي بترفض. وبيطلب سرحان من المحامي انه يسيبهم لوحدهم وبيقوم وبيمشي. وبتتعصب نسليهان من سرحان وبتطرده، بس هو بيقول لها: اسمعيني، ألس في ورطة. بتخاف نسليهان وبتسأله ليه، ايه اللي حصل. بيرد عليها: ألاز ويمن جم عندي بالليل وطلبوا مني ان اساعدهم بخصوص خزنة. نسليهان بتتوتر اول ما بتسمع سيرة الخزنة وبتسأله: هو انت بتتكلم بجد؟ هي فين عندك؟ قولي هي فين لانها مهمة قوي. بيرد عليها: لو عايزة تعرفي مكانها فانتي مجبورة تعملي معايا اتفاق دلوقتي. بتتصدم نسليهان منه. وجوفان خلاص في بيت سرحان واخد الخزنة وبيقول لهم ان خلاص الموضوع انتهى ويمان هيبقى في امان. وبيستغرب ألاز لان مش طبيعي يمان يستسلم بالسهولة كده. وبيقول له جوفان ان يمان ما قداموش حل تاني لان كل الاوراق الرابحة معايا انا. وبيلوم ألاز جوفان لانه ما كانش ينفع يروح على الشرطة من الاول. وبيغلطوا جوفان لانه عرف يمان ان اسكندر مات وان بسببه هما بقوا في الوضع ده. وبيتضايق ألاز منه لأنه بتضحيته دي أمه هتنهار على الآخر وهتنتهي حياتها. ومش بيزعل منه جوفان وإنه بكرة هيفهم تصرفه ده، وبيوصيه هو كمان على أمه وأخواته. وبياخد الخزنة وبيمشي. وألاز بيتأثر بكلامه وبيحاول إنه يتماسك. وبتخلص الحلقة على كده. يا ريت لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. مستنية تعليقاتكم اللي دايما بتفرحني وبتشجعني اني اكمل، وشكرا لو وصلتم للنقطة دي. مع السلامة.